بيبدأ الفيلم بجيسي وفرانك وهم راكبين طيارة علشان يروحوا ينقذوا جيب وهال وسارة حبيبة هال. وساعتها بنعرف إن جيب وهال وسارة كانوا في رحلة تسلق جبال، وبسبب الرياح الشديدة بيقرروا إنهم يقطعوا رحلتهم، وبيتواصلوا مع فرانك وجيسي علشان ينقذوهم، وبيروحوا يستقروا في مكان لحد ما فرانك وجيسي يوصلوا. وأول ما بيقدر فرانك يحدد مكانهم بياخد جيسي وبيروحوا علشان ياخدوهم بالطيارة. وقتها بيعرف جيب إن هال اتصاب في رجله، فبيروح علشان يطمن عليه، وبعدها بيستخدموا حبل الإنقاذ علشان يوصلوا للطيارة. وبيقرر هال إنه يعدي الأول علشان يطمن حبيبته سارة لأنها خايفة تستخدم الحبل، وبيطلب هال من جيب إنه يساعدها. ووقتها بيربطها جيب في الحبل وبيأمنها كويس وبيخليها تعدي. وبتفضل سارة متوترة جدا رغم إنها مرت بنفس الموقف كتير قبل كده، وبتبدأ تبطأ من حركتها. وبيفضل جيب وزمايله يشجعوها علشان توصل أسرع، لكن حبل الأمان بتاع سارة بيتقطع وإيديها بتبدأ تفلت وبتفضل متعلقة في الهواء، وبتستنجد بيهم وهي مرعوبة وبتترجاهم ينقذوها وبتعرفهم إنها مش عايزة تموت. وهنا بيقرر جيب إنه يتقدم ناحيتها علشان يلحقها، وبيحاول هال يمنعه لأن حبل الإنقاذ مش هيتحمل أكتر من شخص، وبيفهمه إنه هيحاول يوصل لها حزام الأمان، لكن جيب بيرفض وبيقرر ينقذها بنفسه. وبيبدأ يستخدم الحبل لحد ما بيوصل لها، ووقتها بتقع خالص وبيمسك إيديها على آخر لحظة قبل ما تقع. وبيفضل هال يترجاها إنها تسيطر على تصرفاتها، وبيطلب من جيب إنه ما يسيبهاش غير لما يرجعها له. وبالرغم من كل محاولات جيب علشان ينقذها، بتفلت سارة إيديها منه وبتقع وسط جبال الجليد وبتموت. وساعتها بيتضايقوا كلهم جدا وبيحزنوا عليها، وخصوصا حبيبها هال، وبيحس جيب بالذنب لأنه ما قدرش ينقذها. وبعد 8 شهور بيستعد البنك الوطني لنقل مبلغ ضخم لدولة تانية عن طريق طيارة، وبيتولى العميل ترافرز مهمة النقل، وبينضم له ماثيسون، وبيكون ده أول تعامل بينهم. وبيتكلم ترافرز مع ماثيسون وبيعرفوا على طبيعة شغلهم، وبيفهموا إن العملية دي متأمنة أكتر من أي عملية تانية، رغم إن الفلوس اللي هينقلوها مش هيستفيد منها غير ناس معينة، وده لأن المبلغ بالكامل من فئة $1000 واللي ممنوع استخدامها غير في تعاملات دولية محددة. وبعد فترة بيكون جيب اتصاب بعقدة من التسلق، وقضى الفترة اللي فاتت وهو منعزل عن الناس، حتى عن حبيبته جيسي. وأثناء ما هو راكب العربية بيقابلوا 2 من صحابه القدام وهم بريت وإيفان، وبيعرفوا إنهم هيروحوا للجبل وعاوزينه يبقى معاهم. فبيعتذر لهم جيب وبيفهمهم إنه مش هيقدر، وبيحذرهم من خطورة الجو. وبعدها بيروح لحبيبته جيسي بعد غياب 8 شهور، وساعتها بتفرح لما بتشوفه، لكن بترجع تتضايق لما بتلاقيه لسه حاسس بذنب موت سارة. وبيعرفها إنه كان لازم يسمع كلام هال، لكن خوفه عليها هو اللي خلاه يعمل كده. فبتحاول جيسي تهديه وبتفهمه إنه عمل اللي عليه، وإنه خاطر بنفسه، وإن اللي حصل كان قدر، وإن اللوم الحقيقي كان على هال لأن هو اللي خدها معاه الرحلة في جو مش مستقر وهي لسه مبتدئة في التسلق. وبعد محاولات كتير من جيسي إنها تهون عليه، بيفضل جيب ندمان وبيطلب من جيسي إنها تسيب فريق الإنقاذ وتروح تعيش معاه بعيد. وساعتها بترفض جيسي وبتسيبه وبتمشي. ومع الوقت بيجي ميعاد نقل الدولارات، وبيلاحظ ماثيسون إن في طيارة جنبهم، وبيشك إنهم هيتعرضوا للسرقة في أي وقت وكل الفلوس اللي معاهم هتتسرق. وبيلاحظ إن ترافرز هو الشخص الوحيد على الطيارة اللي مش حاسس بقلق، فبيشك فيه. وساعتها بيأمر رجالته إنهم يصوبوا أسلحتهم على ترافرز، لكن بيتفاجئ إن ترافرز بيديلهم إشارة، فبيصوبوا أسلحتهم ناحية ماثيسون. وبعدها بيطلع ترافرز المسدس بتاعه وبيصوبه على ماثيسون وبيضربه بالنار وبيقتله هو والحراس. وقتها بيسمع الطيار صوت ضرب النار، فبيعرف إن دي إشارة من ترافرز، وبيطلع المسدس وبيصوبه على المساعد بتاعه وبيقتله. وبنعرف إن الطيار بيساعد ترافرز إنه يسرق الفلوس. وفي نفس الوقت بتكون كريستل اللي مسؤولة عن الطيران موجودة في طيارة العصابة، وبتساعدهم في نقل الشنط من خلال حبل الإنقاذ علشان ينقلوها من طيارة ترافرز للطيارة بتاعتها. وبعدها بيحط ترافرز قنبلة في الطيارة اللي هو عليها هتنفجر في خلال 5 دقايق، وبيحذر الطيار علشان يلحق يهرب. وبيروح هو لطيارة كريستل، ووقت هروب الطيار بيدوس بالغلط على ايد ماثيسون وبيتفاجئ انه لسه عايش. وساعتها بيقوم ماثيسون وراه وبيصوب عليه سلاحه وبيقتله، وبيقع الطيار من الطيارة. وبعد كده بيصوب سلاحه على طيارة كريستل وبيفضل يضرب نار لحد ما بيقتل واحد من مساعدينها، وكمان بيحرق مفاتيح التحكم في الطيارة. وفجأة بتنفجر القنبلة اللي في الطيارة اللي هو فيها وبيموت. وفي نفس الوقت بسبب شدة الرياح بتفقد كريستل واللي معاها التحكم في الحبل اللي بيمسك الشنط، وبتقع كلها في الجو، وبتتعطل مفاتيح التحكم ومش بيقدروا انهم يهبطوا بشكل طبيعي، فبيفصلوا محرك الوقود وبينزلوا بشكل يدوي، لكن بيعانوا جدا وبيتعبوا ومش بيقدروا يتحكموا فيها، لدرجة ان نص الطيارة بيتكسر ويتحرق وسط التلج. وبيلحقوا النص اللي هم فيه على آخر لحظة قبل ما يقع من فوق الجبل.
وساعتها بيتضايق إيريك زعيم العصابة من ترافرز وبيكون عاوز يقتله وبيتعصب عليه قدام أفراد العصابة كلهم وبياخد منه جهاز تتبع الشنط بالقوة وبيبقوا مش عارفين إزاي هيخرجوا من وسط جبال التلج حتى لو قدروا يلاقوا الفلوس. وساعتها بيشتغل جهاز الإرسال مع كريستال وبتتصل بمكتب إنقاذ فرانك وبيرد هال عليها وبتستنجد كريستال بيه وبتقوله إنهم 5 أشخاص على الطيارة ومش عارفين وقعوا فين، وبتبدأ توصف له المكان من حواليها وبتطلب منه يجي بسرعة علشان معاهم شخص مصاب بمرض السكر ومحتاج للأنسولين ضروري. وبيعجب إيريك بذكائها بعد تصرفها في الموقف، وبسرعة بتروح جيسي الجيب في بيتهم وبيكون بيلم باقي حاجته علشان يمشي لوحده، وبتترجاه جيسي إنه يشارك هال في عملية الإنقاذ اللي رايحها لأنهم 5 أشخاص وممكن ما يقدرش ينقذهم لوحده. فبيقول لها إن هال متسلق محترف وهيقدر ينجح من غيره، وكمان هو مش عايز يبقى مسؤول عن حياة حد مرة تانية، وفاهمها إنه بقاله شهور كتير بعيد عن التسلق وما بقاش زي الأول. وبياخد جيب حاجاته ويخرج، وقبل ما يمشي بتأكد له جيسي إنه لو رفض يروح مع هال مش هيقدر يتغلب على الإحساس اللي جواه طول حياته، وبيتأثر جيب من كلامها وبيقرر يروح الجبل علشان يكسر حاجز الخوف اللي جواه. وساعتها بيتفاجئ هال لما بيشوف جيب معاه على الجبل وجيب نفسه علشان يساعده، وبيضايق منه وبيقول له يرجع للمكان اللي كان مستخبي فيه. فبيعرفه جيب إنه هيعمل كده بعد ما ينقذوا الناس اللي على الجبل، وبيفهمه إنه مش قادر يبص في وشه بعد اللي حصل لحبيبته. وبيعرفه هال إن ما كانش مكانه وحبيبته ماتت قدام عينيه ولا اضطر يبرر لأهلها موته وهي في حمايته. وفجأة بيمسكه وبيوديه على طرف الجبل وبيكون عاوز يرميه، وبيستسلم جيب وبيطلب منه يكمل، لكن هال بيرجع في كلامه وبيفهمه إن أسوأ عقاب ليه إنه يفضل عايش وهو شايل ذنبها. وأول ما بيوصلوا لمكان العصابة بيقابلوهم، وساعتها بيحسوا بالخطر وبياخدوهم العصابة للطيارة وبيحددوا موقع أول شنطة من خلال جهاز التتبع اللي معاهم. بيكون الجهاز ليه جزء تاني في الشنطة، وكان جيب وهال عاوزين يعرفوا ايه الحاجات اللي في الشنطة، لكن إيريك بيفهمهم انها حاجات مهمة بالنسبة لهم وما تخصش حد غيرهم، وحاول يفهم لو كانوا هيعرفوا يوصلوا للمكان اللي فيه الشنطة. فبيسكتوا الاتنين علشان مش فاهمين حاجة. وساعتها بيأمر إيريك واحد من رجالته إنه يقتلهم، لكن هال قال لهم إنهم عارفين المكان، وبيخرجوا كلهم من الطيارة وبيأمروا جيب إنه يتسلق الجبل اللي عليه الشنطة ويجيبها، وهم هيستنوا تحت وهيبقى معاهم هال رهينة علشان جيب ما يهربش. وبيطلب منه هال إنه يهرب لو جات له فرصة وما يهتمش بيه، لكن جيب بيرفض وبيعرفه إن لو هو مكانه ما كانش اتخلى عنه. وبعدها بيربطه هال بالحبل وبيبدأ يتسلق الجبل لوحده، وبيلاقي جيب الشنطة بسرعة وبيبقى عنده فضول يعرف اللي جواها، فبيكسر قفلها بقوة وبيتصدم من كمية الفلوس اللي فيها. وبيأمر إيريك رجالته إنهم يقتلوه أول ما ياخدوا الفلوس منه. فبيصرخ هال من مكانه تحت الجبل وبيقول له يهرب لأنهم هيقتلوه. وقتها بتبدأ العصابة تشد الحبل بجيب علشان تنزله، لكن جيب بيقطعه من فوق وبيتفصل عنهم، فبيحاولوا يقتلوه بالمسدسات لكن بيفشلوا. وفجأة بتوقع العاصفة كتل تلج عليهم وبتوقع الفلوس قدامهم وبتطير في الهواء، وساعتها بيفتكروا ان جيب مات بسبب انهيار التلج. وبتتكلم جيسي في جهاز اللاسلكي اللي مع هال علشان تطمن عليه، وهي مش عارفة ان جيب راح معاه، وبيخليه إيريك يرد عليها بشرط انه ما يعرفهاش اي دليل على انه موجود معاهم. وبيحاول هال ينفذ كلامه وبيعرفها انه ملقاش حد في المكان اللي اتوصف له وانها تقريبا كانت استغاثة مزيفة. وساعتها جيسي بتحس من طريقة كلامه انه مش بخير، فبتروح تطلب من فرانك انها تروح له بالطيارة وتدور عليه في بيت دوغلاس لان هو الملجأ الوحيد في الجبل. وبيوافق فرانك على طلبها وبياخدها وبيركبوا الطيارة. ولما بيوصلوا عند المنطقة اللي فيها هال بيمشي فرانك وبيتفق معاها انه هيرجع ياخدها بعد كام ساعة. وفي نفس الوقت ده العصابة بتعرف هال مكان الشنطة التانية من خلال جهاز التتبع، وبيأكد لهم هال إنها على جبل ما يقدرش يتسلقوا غير 12 شخص بس على مستوى العالم. وقتها بيكون جيب قدر يوصل لملجأ دوغلاس وبيلاقي جيسي موجودة، وبيتفاجئوا هما الاتنين ببعض. وبتحاول جيسي إنها تهديه وبيحكي لها جيب كل اللي حصل، وبيأكد لها إنهم لازم يتواصلوا مع فرانك حالا علشان يبلغ الشرطة وينقذوا هال. وبيتعرفوا جيسي إن البرد عطل جهاز اللاسلكي وإن فرانك أكد لها إنه هيجي كمان شوية. وبيفهمها هال إنهم لازم يوصلوا للشنطة التانية قبل العصابة، وبيفضلوا يدوروا لحد الليل وبينجحوا إنهم يلاقوا الشنطة لكن بتبقى مفتوحة. ساعتها بتكون العصابة بتدور على الشنطة، ولما بيوصلوا لمكانها بيلاقوا إن جهاز التتبع اللي كان جواها مدفون وسط كوم التلج. ولما بيفتح ترافرز الشنطة بيلاقي ورقة واحدة من الفلوس عليها رسالة مكتوب فيها إنه لو عاوز الفلوس لازم يرجع له صاحبه في المقابل. فبيعرف إن جيب لسه عايش، وساعتها بيتعصب إيريك جدا وبيأمرهم يدوروا عليه، وبيلبس واحد من العصابة منظار علشان يدور عليهم لحد ما بيلاقيهم، وبيصوب عليهم سلاحه وبيضرب نار لكن من غير ما يصيبهم. وأول ما بيقرب منهم بيولع جيب شعلة استغاثة خدها من جيسي وبيحرقوا بيها في عينه وبيحدفه من على الجبل وبيقتله. وبيمسك جيب في الخطاف قبل ما يقع معاه وبيعيش. وبعدها بتدخل العصابة ملجأ دوغلاس علشان يتحاموا فيه من البرد، وبيحاول هال يخدع إيريك وبيعرفه إنه مش صاحب جيب وإنه عدوه وبيكرهه.
لكن إيريك بيعرف إنها خدعة منه علشان يسيبه يمشي ومش بيصدقه. وبيكون جيب وجيسي مستخبيين في مكان تاني وبيستغلوا الفلوس اللي معاهم وبيحرقوا ورقها قدامهم علشان يتدفوا وبيناموا من شدة التعب. وتاني يوم الصبح بيحاول فرانك يتواصل مع جيسي من المكتب علشان يطمن عليها لكن مش بترد. وفي الوقت ده بيكون إيفان وبريت في رحلتهم وبيقابلوا هال وهو مع العصابة علشان يحكوا له عن مغامرتهم في الجبال، لكن العصابة بتقلق منهم وبيصوب واحد فيهم المسدس عليهم وبيضرب نار وبينجح في إنه يقتل إيفان. وبينط بريت بالباراشوت بتاعه. وبعدها بيكون ترافرز تعب وعاوز ينسحب وبيطلب من هال إنه يتصل بأي طيارة إنقاذ علشان يخرجوا من المكان اللي هم فيه ومش مهم الفلوس، لكن بيعرفوا إيريك إن بقى شريكه في العملية من البداية وانسحابه هيجيب له الأذى، فبيضطر ترافرز يستحمله ويكمل معاهم. وفي نفس الوقت ده بيوصل فرانك بطيارة الإنقاذ لجبال التلج وبيدور على أي إشارة توصله لجيسي وهال. وبيحاول جيب إنه يدور على فتحة تخرجهم من المكان، ولما بيلاقي مخرج بينادي على جيسي علشان يطلعوا. في الوقت ده بيسمعوا واحد من العصابة بالصدفة، وأول ما بيطلع جيب من الفتحة بيلاقي المجرم مصوب عليه بالمسدس علشان يضربه بالنار. وبيفضل يسأله عن شنطة الفلوس اللي أخدها، فبيعترف له جيب إنه حرقهم كلهم، لكن المجرم مش بيصدقه وبيوعده إنه هيقتله. وهنا بيضربوا جيب بالفاس في رجله وبعدها بيقع في الكهف عند جيسي، وبيدخل المجرم وراه. وقبل ما يتهجم على جيب بتظهر جيسي وبتضربه برجلها، فبيضربها هو كمان، وساعتها بيدخل هو وجيب في قتال شرس. وبتكون جيسي هتضرب بالمسدس على المجرم لكن بيستهزأ بيها وبيعرفها انه ما فيهوش رصاص. وبيسأل المجرم جيب لآخر مرة عن مكان الفلوس، فبيأكد له انه حرقها. وهنا بيطعن المجرم جيب في بطنه بسكينة، ولما بيرجع يقرب منه عشان يقتله بيقوم جيب عليه وبيغرز جسمه في صخور الكهف وبيقتله. وفي نفس الوقت ده بتحط كريستال قنبلة عند الكهف اللي هم مستخبيين فيه من فوق، وبيقدر جيب انه ياخد جيسي ويخرجوا بره الكهف يشوفوا طيارة فرانك من بعيد. وبتفضل جيسي تنادي عليه بصوت عالي لكن مش بيسمعها، وبيستخدم جيب الحبل علشان ينزل من على الجبل معاها، بس الحبل بيتقطع وبتتعلق جيسي في ايده. وبيتكرر نفس اللي حصل مع سارة لحظة موتها، لكن جيسي بتكون شجاعة وقوية وبتنفذ تعليمات جيب وبتعيش. وساعتها بتكون العصابة عاوزة تقتل هال، وبيفضل هال يستنجد بفرانك وهو شايف طيارته من بعيد، لكن فرانك بيكون مش شايفه ولا سمعه بسبب طول المسافة. وبعدها بينزل فرانك من طيارة الإنقاذ وبيشوف كريستال وهي نايمة على التلج، فبيفتكرها مريضة وبيروح لها بشنطة الإسعافات علشان ينقذها، لكن بتطلع بخير وبتخدعه وبتسحب المسدس بتاعه من جيبه وبتصوبه عليه. وساعتها بيجري عليه هال علشان يحضنه، لكن قبل ما يوصله بيصوب واحد من العصابة سلاحه على فرانك وبيقتله. وبيعتذر فرانك لهال لأنه اتأخر عليه وبعدها بيموت. وساعتها بيحزن هال جدا على فراق صاحبه وبياخد السكينة بتاعته علشان يحتفظ بيها، وبتلوم كريستال زميلها انه قتل فرانك بدون اذن او اشارة. وبيحاول جيب وجيسي انهم يهربوا عن طريق جسر خشبي بين الجبال، واول ما بيوصل جيب عند نهايته بيشوف قنبلة، فبيرجع تاني بسرعة في عكس الطريق وبتنفجر القنبلة عند الجسر وهو لسه عليه، لكن بيعيش بصعوبة. وقتها بيقترح ترافرز على العصابة انهم يستخدموا الطيارة علشان يلاقوا الشنطة الثالثة والأخيرة، لكن كريستال بتفهمه ان البنزين اللي معاهم هيكفي لمرحلة الهبوط بس ومش هينفع يعملوا بيه جولة كاملة. وبيتكلم هال مع ترافرز وبيفهمه انه ما يهتمش بالفلوس لان إيريك لما يلاقيها هيقتله. وساعتها إيريك بيأمر ترافرز إنه يديله جهاز التتبع اللي معاه، وبيديله ترافرز الجهاز وبيلاقيه إيريك محتاج رمز سري علشان يقدر يفتحه. ولما بيسأل ترافرز عنه بيرفض يعرفوله، وفجأة بيصوب ترافرز سلاحه على إيريك علشان ينفذ أوامره ويخليهم يرجعوا بالطيارة. ووقتها إيريك بيمسك كريستال وبيضربها بالنار علشان محدش يسوق الطيارة وبتموت كريستال. وفي نفس الوقت ده بيتكلم جيب مع جيسي وبيفهمها إنهم لازم يلاقوا الشنطة الثالثة قبل العصابة لأنهم هيقتلوا هال لو وصلوا لها. وبعد دقايق بيقدر جيب إنه يوصل للشنطة الأخيرة، وبعدها بيشوف ترافرز في جهاز التتبع إن الشنطة بتتحرك، وبيكون فاكر إنه مقلب من جيب، لكن لما بيقرب بيلاقي إن الجهاز اللي كان في الشنطة مربوط في أرنب بيتحرك بيه، وبيكون جيب هو صاحب الفكرة. وبيقرر ترافرز إنه يقتله، وبالفعل بيلاقيه وبيصوب عليه بالمسدس وبيفضل يضرب بالنار، لكن جيب مش بيتصاب وبيقدر يهرب. وفي الوقت ده بيحس إيريك باليأس، فبيركب طائرة فرانك علشان يهرب بيها. وساعتها بتشوفه جيسي وبتشاور له على إنه فرانك، ووقتها بيروح ترافرز يطارد جيب وبيشدوا جيب من على الجسر وبيوقعه في نهر جليدي وبيقع معاه. وبيكون ترافرز هيقتله من ورا التلج، لكن جيب بيسبقه وبيخلص عليه.
وبعدها جيب بيقابل هال وبيفتكروا انهم خلصوا من العصابه لحد ما بيكلموا إيريك وبيكون خطف جيسي وبيساوموا عليها مقابل الفلوس. فبياخد جيب شنطه الدولارات وبيروح لمكان الطياره وبيخليه ينزل جيسي الاول. ولما بيتاكد جيب انها في امان بيرمي الشنطه على مروحه الطياره والفلوس كلها بتتقطع. وساعتها إيريك بيتضايق جدا وبيقرر ينتقم منه وبيربط جيب حبل الطياره في سلم على الجبل علشان إيريك ما يقدرش يطير بيها. وساعتها بيضرب هال نار على الطياره لحد ما بتقع وتتعلق في الجبل. وساعتها إيريك بيمسك في جيب وبيطلعوا فوق الطيارة وبيدور بينهم قتال شرس. وبيقدر جيب إنه يتغلب على إيريك، وأول ما بيحس إن الطيارة بتقع بيضغط عليها وبيمسك في الجبل وبتقع الطيارة بإيريك وبتنفجر. وبيروح هال وجيسي يطمنوا على صاحبهم جيب وبيساعدوه إنه يطلع على الجبل. وأخيرا بيوصل لهم فريق الإنقاذ. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس. وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. اشترك وسيب الباقي علينا.